احمد حسن كوكا على رضاء النادي الاهلي. صرح كابتن شوبير النهارده الصبح وقال ان احمد حسن كوكا عنده رغبه ان ينهي مسيرته في النادي الاهلي، وان الاهلي برضه مهتم باحمد حسن كوكا. بصراحه انا شايفها صفقه غريبه شويه. يعني احمد حسن كوكا 32 سنه، صاحب مسيره كبيره في اوروبا، لعب في البرتغال، اليونان، تركيا، حاليا في فرنسا. اللعب فري، مش هتدفع فيه فلوس كتيره. راجل جاب حوالي 120 هدف في خلال مسيرته كلها. راجل بيلعب جوه الصندوق، راجل انضباط ما قلناش حاجه، وراجل ملتزم ما عندناش ادنى مشكله في الكلام ده كله. بس انا من وجهه نظري ان اي حد هيتحط في الحته بتاعت وسام دي هيتظلم، خاصه ان احمد حسن كوكا. انت عايز احمد حسن كوكا ليه؟ اول حاجه الاهلي مع خوزيه بيلعب كوره هجوميه. احمد حسن كوكا ما بيضغطش على المدافعين. الراجل تحركاته بطيئه جدا في الملعب. الراجل اتصاب كتير، طريقه لعبه مش هتبقى مناسبه لطريقه لعب الاهلي الفتره اللي جايه. الراجل ده لو انت بتفكر ان انت تجيبه لحد مثلا شهر يناير مفيش مشكله، بس الراجل ده ما يبقاش اساسي. طالما هم طالبين في اسامه فيصل 70 مليون، انت عايز تجيب الصفقه دي فيه، بس هتجيبه وتقعده. هنبقى عارفين ان ده حل مؤقت مش حل دائم. ثانيا مرتبه هيبقى عالي جدا على لاعب محلي. انا وجهه نظري تخليه اختيار اخير. عرفت تجيب مهاجم افريقي او مهاجم اوروبي كان بيها، ما عرفتش يبقى تجيبه ويتحط على الدكه مع اصحابه.